السلام عليكم، يا اهلا وسهلا، يا رب تكونوا بخير. النهارده ميعادنا مع تحدي جديد الا وهو تحدي الصحاب. هنعمل حاجه كويسه جدا في علاقتنا مع اصحابنا، الا وهو ان احنا هنسال على اصحابنا او على الناس اللي هم بنحبهم من الدايره الاجتماعيه اللي احنا تعرفنا عليها في حياتنا. ولكن للاسف بسبب ضغوط الشغل والحاجات دي احنا ما عندناش الوقت الكافي ان احنا نعبر عن حبنا وامتناننا لوجود الاشخاص الكويسه دي في حياتنا. فهيكون جزء مهم جدا ان احنا هنبعت رسائل سواء صوتيه او فيديو نوت او اي حاجه لاصحابنا دول، بحيث ان احنا بقدر الامكان نعرفهم قد ايه هم مهمين في حياتنا ودورهم ايجابي في حياتنا. ويا سلام بقى لو احنا قلنا لهم ايه الحاجات اللي احنا بنحبها فيهم، بحيث ان احنا يعني نعمل عملية امتنان كده لوجود الاشخاص دي في حياتنا. وهيكون برضو جزء من اللي احنا هنعمله هو ان انت اصلا هتعمل فلترة لحياتك، فلترة للاصدقاء في حياتك، بحيث ان احنا نحاول بقدر الامكان نتخير الاصدقاء الكويسين، الناس الكويسه اللي احنا حابين ان هم يكونوا موجودين في حياتنا لفترات طويله قدام، ونحاول نستثني ونشيل الاصدقاء اللي هم مش كويسين، اللي بيأثروا علينا سلبيا، اللي بيحبطونا، اللي بيأثروا على نفسيتنا بشكل سلبي، اللي بيعلمونا حاجات غلط، اشياء من هذا القبيل، بحيث ان احنا نوعا ما نحاول بقدر الامكان ننظف حياتنا ونقلل من الاحباطات او الحاجات السلبيه عن طريق الاشخاص اللي بيبقوا موجودين في حياتنا. حتى لو الاشخاص دول ظاهريا بيحبونا وظاهريا بيدونا الدعم او كلام زي ده، ولكن احنا على المدى البعيد او على الصورة الكبيرة زي ما احنا بنقول دايما ان هم للاسف ما بيدولناش فايدة او قيمة او حاجة كويسة تستدعي ان هم يفضلوا موجودين في حياتنا، بل بالعكس بيستنزفوا مننا ومن وقتنا ومجهودنا وصحتنا وفلوسنا وحاجات كتيرة جدا. انت لو قعدت تفكر هتلاقي ان بعض الاشخاص ما يستحقش ان هو يفضل مكمل في حياتك طول الفترة دي. وده هيكون احد التحديات ومن اهم التحديات اللي انت هتفلتر فيها الدنيا هتبقى ماشية معاك ازاي في الفترة اللي جاية من ناحية الاصدقاء، بحيث انت هتحط زي معايير واطارات معينة انت هتحكم عليها، وهتبقى شايف الناس دي موجودة في حياتك بناء على ايه المعيار او ايه المقياس اللي انت بتقيس الاصدقاء دول او الناس دي موجودة في حياتي عليه. هل هو معيار الدين؟ هل هو معيار الجدعنة والشطارة؟ طب معيار التفوق؟ طب ايه المعايير؟ ايه الحاجات اللي انت بتقيس عليها؟ طب الصديق ده موجود لحد دلوقتي ليه؟ هو بيستنزفني وبيضايقني وبيرهقني وحاجات زي كده، انا مخليه في حياتي ليه؟ ده جزء كبير من اللي احنا هنعمله في التحدي ده. انا مش هحدد مثلا اقول لك شوف 5 اصدقاء او مثلا اعمل كل يوم صديق مثلا او حاجة زي ما احنا عملنا في تحدي صلة الرحم، ان انت كنت بتسأل على 2 على الاقل يوميا، بحيث ان انت توصل لعدد اقل حاجة مثلا 14 شخص من عيلتك. طبعا انا احب ان انا اعمل الموضوع ده او ان انا احدد رقم مثلا على الاقل واحد. لو انت عملت مثلا 7 اصدقاء، بعت ل7 اصدقاء من الناس القريبة ليك فيديو مثلا بتشكرهم فيهم على وجودهم جنبك او على حاجات كويسة عملوها معاك، اعتقد ده هيفرق جدا معاهم. او حتى لو رسالة صوتية او رسالة مكتوبة. بس انا الصراحة مش حابب ان انا احدد، عشان انا عايز اسيبها ليكم انت تختار. انا عايز هل مثلا هم هيبقوا 7 بس، هيبقوا 14، ايا كان الرقم اللي انت هتختاره. بس اعتقد ان هي هتكون حاجة مهمة جدا ان انت تاخد قرار، تاخد تحدي. التحدي ال 12 بتاعنا هو ان انت تبدأ تفلتر وتشوف مين الناس اللي حواليك، بحيث ان تشوف الناس دي بتدعمك ان انت تطلع لقدام ولا بتتأخر لورا. وعلى هذا الاساس هنبدأ التحدي بتاعنا ده من بداية من بكرة، وان شاء الله هنحاول بقدر الامكان ان احنا نذكر بالموضوع ده في البرودكاست على الواتساب. لو انت لسه ما اشتركتش معانا في البرودكاست هسيب لك اللينك في التعليقات. ولو عجبك التحدي ده وحابب ان انت تشجع اصحابك ممكن تبعت لهم الفيديو ده. ولو عجبك الفيديو والتحدي ما تنساش تعمل لنا لايك، وما تنساش تشترك في القناة، ما تنساش تسيب لنا رأيك برضو في التحدي وفي التحديات اللي فاتت وايه اللي انت لسه مكمل فيه في التحديات اللي فاتت. لو حابب تقترح فكرة للتحديات اللي جاية برضو ما تنساش تسيبها لنا في التعليقات. فاتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله، تكونوا قد التحدي، ونشوفكم على خير في الفيديوهات والتحديات الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم.